والفيروس كلهم الثلاثه دول مش تبع ويتكر، لكن احنا يا اولاد الهيومن اعلى حاجه. مش معنى انه احنا بنقول انيمال كينجدم يبقى الهيومن مش فيهم. طيب question 2 بيقول لي كارل لينوس classified organisms into two distinct groups. قسم لو تفتكروا الليفنج اورجانيزمز لتو جروبس. ايه الجروبس اللي عملهم؟ انيمال كينجدم وبلانت كينجدم، ليفنج ونون ليفنج، ماميليا وبلانتي، artificial وناتشورال، invertebrate وفيرتبريتس. ايوه برافو عليكم، قسمهم لانيمال وايه وبلانتس. يبقى هتبقى رقم ايه؟ ايه. طيب question 3 بيقول لي which of the following not one of Whittaker kingdom. فاكرين الكينجدم بتاع ويتكر؟ قولوا لي مين مش تبعهم. منيرة، بلانتي، كورداتا، انيميليا، فانجاي. ها مين في دول احنا ما ذكرناهمش تبع الكينجدم بتاع ويتكر؟ ايوه برافو، برافو يا عمر. الكورداتا، الكورداتا دي لسه احنا هناخدها، دي فايلم تبع الانيميليا اصلا. طبعا مش كينجدم اصلا. بدلها مين اللي ناقص كده؟ ناقص البروتيستا اللي احنا خدناها النهارده. طيب روبرت ويتكر classified organism into 5 kingdom. where is this kingdom؟ فين الاختيار الصح بقى؟ ال5 kingdom بتاعته ها A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ ها بصوا كده انهي الصح؟ انهي ال5 kingdom اللي هو عملهم ويتكر؟ بي. بي. B برافو يا عمر، صح. لا بص يا ايمان، اخي هنا ملخبط، بدل ما يجيب الانيميليا كتب الماميليا. البي هي اللي صح. يبقى هتبقى ايه؟ تبقى بي منيرة، بروتيستا، فانجاي. المرة الجاية إن شاء الله هناخد الفانجاي والبلانتي، والمرة اللي بعدها الأنيميليا. طيب question 5 بيقول لي which of the following is characteristics of organism belong to kingdom منيرة. فاكرين kingdom منيرة أول واحدة اتكلمنا عنها؟ قولي لي إيه بقى اللي صح فيها بالنسبة للصفات بتاعتها؟ most of these organisms are large and multicellular، كلهم كبار ومالتيسيلير. السيلز of these organisms contain cellulose، في عندهم سيلولوز. الاورجانيزم only reproduce sexually، ما بيتكاثروش الا sexually. السيلز of organism don't contain membrane bond nucleus، النيوكليس ما عندهاش membrane. الوول بتاعتها فيها سيلولوز. ايوه لا انا افتكرت احنا كنا بنقول devoid from cellulose and pectin، ما فيهاش اصلا. ايه الحاجة اللي بتميزهم قوي؟ ايوه برافو يا ايمان. طبعا اخر حاجة يا ولاد ان النيوكليس ما عندهاش ممبرين، يعني دي اكتر حاجة بتميزهم، ان النيوكليس بتاعتهم ما عندهاش ممبرين. عندهم الجيناتيك ماتيريال found directly in the cytoplasm. طب اليونيسيلر اورجانيزمز has been discovered. the organism is adept، اكتشفوا كائن حي يونيسيلر يقدر يعيش survivor in hot spring، في الهوت سبرينج and have very high temperature، بدرجات الحرارة العالية، ولو بي اتش وبي اتش منخفض. which taxonomic group تتوقعوا هو انهي نوع؟ هل هو الاركي بكتيريا ولا الايو بكتيريا؟ مين اللي كان يقدر يستحمل الهارد كونديشنز فيهم؟ ايه ولا بي؟ مين اللي كان يقدر يعيش في ظروف صعبة فيهم؟ أنهي نوع من أنواع البكتيريا اللي كان live in very hard condition؟ يا أولاد إيه ولا بي؟ الأركي بكتيريا ولا الإيو بكتيريا؟ تمام برافو يا إيمان، الإيه؟ الأركي بكتيريا. ما قلنا كانوا بيعيشوا في ممكن في هوت سبرينجز، ممكن يعيشوا لي في نو أكسجين، ممكن يعيشوا في سولتي ووتر، في سولتي ووتر. طب by what methods do organism belongs to kingdom Archaebacteria and Eukaryotic commonly reproduce؟ فاكرين كانوا البكتيريا عموما بيتكاثروا بايه؟ بالباينري فيشن، بالميوسيس، بالبرودكشن اوف سبورز، بالميتوسيس. تمام برافو يا ايمان. طبعا انتوا حتى ده السؤال ده يعني انتوا المفروض تجاوبوه من السنة اللي فاتت. بيتكاثروا بالايه؟ بالباينري فيشن. طيب
الصورة اللي قدامنا دي جايب لي النوستوك، ماشي، نوع من انواع الايوبكتيريا، وبيسالني بيقول لي ايه اللي كوريكت بالنسبه للنيوتريشن بتاع الايوبكتيريا، التغذيه بتاعتهم، هل هم هيتروتروفيك ولا اوتوتروفيك وهيتروتروفيك ولا باراسايتك ولا اوتوتروفيك؟ ها ايه رايكم؟ ومش بيسال عن النوستوك بس، هو جايب صوره النوستوك وبيقول لي بقيتهم بقى كل الايوبكتيريا ايه؟ كلهم هيتروتروفيك بس، مفيش حد فيهم اوتوتروفيك، ان كان اصلا النوستوك ده اوتوتروفيك. هم عندي ايه؟ في منهم اللي زي ما اتفقنا اوتوتروفيك زي النوستوك، وفي اللي هيتروتروفيك، قلت لكم اللي ممكن يجيب ديزيزز، اللي ممكن يكون سابروفايتس، فيبقى ينفعوا كده او كده، يعني ان هم يبقوا اوتو او هيترو. اوتوتروفيك يعني يقدروا يعملوا اكلهم بنفسهم، وهيتروتروفيك اللي هم بقى ما اقول لكم ممكن يحصلوا على الغذاء يا اما من اذر ليفنج اورجانيزمز يبقوا بلوسايتس، او مثلا ديد اورجانيزمز يبقوا سابروفايتس. لكن لو كان بيسأل على النوستوك بس لوحده، يعني لو كان بيقول لي ايه نوع النيوتريشن اوف نوستوك، لا كنت ساعتها اختار بقى اوتوتروفيك عشان هو بيقدر يعمل الفود بتاعه بنفسه. طب which of the following is difference between ايو بكتيريا واركي بكتيريا؟ فاكرين قلنا ايه الفرق اللي ما بينهم هما الاثنين؟ ايه الفرق اللي ما بينهم؟ هل يا ترى السيل وول have different composition في تركيب السيل وول، contain different arrangement of membranes organelles، ترتيب الاورجانيلز اللي جواهم مختلف، الاستراكشر بتاع النيوكلير ممبرين بتاعهم مختلف، النمبر اوف سيلز، عدد السيلز بيبقى اكتر في الايو عن الاركي. تمام، برافو يا عمر، احنا قلنا ان هم مختلفين في السيل وول والسيل ممبرين، فهي اول واحده. هو ايه الاختلاف ما بينهم؟ قلنا هم مش مختلفين، بقيه التركيب زي بعض ما عدا مختلفين في الاستراكشر بتاع السيل وول وبتاع البلازما ممبرين. طب كويشن 10 بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايزين نكمل السبيس دهوت. ميجوريتري اورجانيزم بيلونجز تو كينجدم منيره. طيب المنيره كل اللي في المنيره يعتبروا ايه؟ يونيسيريال، بايسيريال، مالتي سيريال، نون سيريال. ها ايه رايكم؟ المنيره كلهم ايه؟ هي الفيرست كينجدم. ايوه برافو يا عمر، برافو يا ايمان، كلهم يا اولاد يونيسيريال، كلهم consists of only one cell، بنقول عليهم ايه؟ يونيسيريال. طب question 11 بيقول لي bacteria are found in every habitat on the earth، زي ما اتفقت ان البكتيريا حوالينا في كل حته. what are forms which bacteria live؟ هل يا ترى البكتيريا هتعيش بقى ازاي؟ هل هتعيش في colonies؟ هل هتعيش individually or colonies؟ هل هتعيش individually only؟ هل هتعيش association with other living organisms only؟ ها قلنا لكم البكتيريا ممكن live in ايه او ايه؟ ايوه برافو يا عمر، برافو يا ايمان. ممكن يا ولاد تكون individually او ممكن تكون عايشه في colonies، يعني ممكن كل واحد لوحده او مجموعه مع بعض فبنقول عليها colony. طب which of the following journal has autotrophic member؟ مين في دول اللي عندها autotrophic؟ الريبوز، البنسليوم، النوستوك، الترايبونوسوما. ها انهي جيرنا فيها، انهي جينس فيهم اللي كان autotrophic؟ ها autotrophic can make its food. مين في دول؟ وطبعا هتلاقوا اغلبيتهم احنا ما خدناهمش، احنا ما خدناش الا 2 منهم النهارده. كان مين فيهم اللي اوتوتروفيك؟ ها فكروا كده، جربوا. لسه نوع من انواع البكتيريا اللي هو مين؟ اللي كان شكله كده ولونه جرين، كان عامل زي حلقات العقد كده. ها رايزوبس، البنسليوم، النوستك، الترايبونوسوم. ايوه برافو يا عمر، النوستك يا ولد. الترايبونوسوما ده كان في البروتوستا كانجدام، بس كان بيجيب مرض اللي هو السليبنج، وطبعا ما ينفعش يبقى اوتوتروفيك اصلا. طيب the following list different classes of protozoa. فاكرين البروتوزوا اللي هي كانت تبع البروتيستا، اللي هي الساركودينا والسيليفورا والفلاجليتا والسبوروزوا.
بيقول لي a single celled eukaryotic organisms بيتكون من سيل واحدة found in both foot like extension عنده قدم كده عبارة عن امتداد to aid its movement تساعده في الحركة. which classes list organism most likely to belong تتوقعوا ان هو تبع انهي كلاس في دول اللي كان عنده extension كده عامل زي الفوت بتساعده في الموفمنت. هل يا ترى ده السبوروزوا ولا الساركودينا ولا السيليفورا ولا الفلاجلات؟ ها، مين في دول اللي كنا بنقول الموفمنت بتاعته عن طريق اكستنشن؟ ها، ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ برافو يا ايمان، اللي هو الاميبا اللي هو الساركودينا. طبعا احنا عايزين نعرف مثلا لو مثلا قال لي مثلا كلاسيفاي اميبا، صنفي الاميبا، نبدا اول حاجه هنقول كينجدم بروتيستا. طيب وبعد كده هوت الفايلم بروتوزو. طيب وبعد كده الكلاس الساركودين. نبدأ من الأكبر للأقل، من الكينجدم وانزل. طيب true or false؟ organisms belong كينجدم بروتيستا كان only be uniserial. ايه رأيكم كل البروتيستا يونيسيريال؟ سكند كينجدم اللي احنا خدناها البروتيستا دي كلها يونيسيريال؟ true or false؟ يا ولاد ايه ولا بي، صح ولا غلط؟ كلهم يا إيمان؟ انت مش فاكرة لما كنا بنتكلم على الدياتومز واللي هي البروستوفايتا وقلت لكم موست اوف ذيم؟ فمش كلهم، اللي كلهم يونيسيليار المونيرا كينجدم، لكن البروتيستا يا اولاد معظمهم موست اوف ذيم لكن مش كلهم، في بعضهم نسبة بسيطة منهم مالتي سيليار، فيبقى طبعا فولس. طيب احنا جايب لنا فين شيب شكل فين، وجايب لنا الساركودينا والسبوروزوا، وجايب الحاجات المشتركه ما بينهم، فقال ان هما الاثنين يونيسيليار، ان هما الاثنين ايوكاريوتيك، ان هما ريبروديوس سكشوال وسكشوال. طيب جاي هنا في الجنب وكاتب ايه؟ كاتب ان ده هاز نو سبيشال اورجانيل فور لوكوموشن، ما بيتحركش زي البلازميديوم. هنا بقى المفروض برضه هيكتب على وسيله الحركه بتاعته زي الاميبا. فالاميبا دي بقى بتاعت الساركودينا بتتحرك ازاي بقى يا ترى؟ هل يا ترى موف يوزنج اكستنشن كولد سوديبوديا، ولا موف يوزنج فلاجيلا ذات اكستند فروم ذا سيل، ولا موف باي بيتنج سيليا عن طريق السيليا، ولا هاف مالتيبل فيريد اباندج فور لوكوموشن؟ ايه رايكم بقى؟ ها، الساركودينا اللي هي الاميبا دي بتتحرك ازاي في الحاجات دي؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ الأميبا بتتحرك ازاي يا أولاد؟ عايزين نكمل مكان الإكس ده اللي هو الأميبا، بتتحرك ازاي الأميبا؟ ايه رأيكم؟ ها، الأميبا بتتحرك ازاي؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ تمام يا إيمان، برافو. بتتحرك يا أولاد عن طريق السيديبودي، يبقى هيبقى بي. سوري، ايه قصدي ايه؟ بتتحرك بالايه؟ بالاكستنشن اللي هو السيديبودي، اللي بتتحرك بالفلاجيلا اللي هو الترابونوسوما، اللي كانت بتتحرك بالسيريا اللي هي البروميسيو. طيب بيقول لي كينجدم بروتيستا is divided into multiple phylum، فيها كذا فايلم which is not phylum in kingdom بروتيستا. بصوا كده مين مش الفايلم تبع الكينجدم بروتيستا؟ طيب نشوفهم كده ونفتكر: كروسوفايتا، بروتوزوا، برويوفايتا، يوجلينوفايتا، بروفايتا. أنهي في دول مش تبع البروتيستا يا ولاد؟ أنهي فايلم في دول مش تبع البروتيستا؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا ايه؟
تمام، برافو يا عمر، صح، السي مش تبعها. ده لسه هناخدها في الانيميليا، سوري قصدي في البلان تشيكن كده، اللي هي البرويوفايتا دي، لا بياروفايتا هي اللي تبعها. طيب كينجدم بروتيستا is divided into multiple phyla. Which of the following statement is the best describe organisms belonging to Euglena؟ بيسأل عن Euglena فايتا بقى. هل دول organism unicellular inhabit in fresh water or salty water most contain chloroplast to carry photosynthesis، ولا move by cilia وعندهم often predate the smaller on the smaller protistes، ولا organism mostly unicellular algae which cell often contain chloroplasts and the cell wall contains silica. Organisms are unicellular